شلون وقع صدام حسين على شهادة وفاته قبل 15 عام من إعدامه؟ بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية كان موقف العراق الاقتصادي صعب جدا بسبب الديون، وحاول صدام حسين إقناع الكويت اللي ساعدته ماديا أثناء حربه مع إيران بإسقاط ديونها عن العراق بذريعة أنه العراق قاتل إيران بالإنابة عن الدول الخليجية. لكن أمير الكويت جابر الأحمد الصباح ما استجاب المطالبة، فأمر صدام حسين بتاريخ 2/8/1990 الجيش العراقي بشن هجوم عسكري على الكويت، وانتهت العملية العسكرية بسيطرة العراق على كافة الأراضي الكويتية وإعلان الكويت المحافظة 19 للعراق. وبعد 7 أشهر من احتلال الكويت وإصدار مجلس الأمن عدة قرارات، وأهم قرار كان قرار رقم 660 المتضمن إذا ما انسحب الجيش العراقي من الكويت بتاريخ 15/1/1991 كموعد نهائي راح تستعمل كل الإجراءات الضرورية ضده، وتشكل ائتلاف مكون من 34 دولة بقيادة أمريكية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وشن هجمات عسكرية ضد العراق. وانتهى الغزو العراقي على الكويت بانسحاب الجيش العراقي من الكويت بالقوة، وخضع العراق للحظر والعقوبات والحصار لمدة 12 سنة. وانتهت قصة العقوبات والحصار بإسقاط نظام حزب البعث، فضلا عن دفع العراق أكثر من 52 مليار دولار كتعويضات للكويت. وكان قرار الغزو من قبل صدام حسين بمثابة التوقيع على شهادة وفاته مبكراً.